الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نورا والصدقة برهان، والصبر ضياء والطهور شطر الإيمان، والقرآن حجة لك أو عليك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، وعطنا ولا تحرمنا، وارضنا وارض عنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. قولوا آمين. اهلا وسهلا بكم، فيديو جديد وصفة جديدة. هنعمل النهاردة طاجن مزاليكا وكمان معاه مدفونة البطاطس. يلا نشوف الطريقة وعملناها ازاي. اول حاجة انا هعمل المدفونة بالبطاطس. جبت البطاطس وقطعتها مكعبات، وبعدين ابتديت ان انا اقليها في الزيت. قليتها وخرجتها، وبعدين قللت كمية الزيت اللي موجود عندي، ونزلت ببصلاية متوسطة. كمان ضفت عليها مقلعة ملح صغيرة علشان توحد لون البصلة عندي ما تتحرقش، البصلاية كلها تاخد لون واحد. ابتديت اشوحها زي ما انتوا شايفين معايا كده، ولما تاخد اللون اللي انا عايزاه زي ما انتوا شايفين، هبتدي انزل بمقلعة من الثوم المهروس اللي شوحتها كده مع البصلاية. كمان هبتدي انزل ب طماطم معصورة. الطماطم دولت انا عصرت طماطم، انا بسلق الطماطم الاول وبعدين ابتدي اضربها في الخلاط واستعملها وهي يعني نص تسوية. نزلت بالتوابل بتاعتنا اللي هي كانت عبارة عن توابل فراخ وكزبرة ناشفة وكمون. ابتديت ان انا اقطع خضرة مشكلة. انا هنا عندي كزبرة وبقدونس وشبت، انا استعملت عودين من كل حاجة. كمان نزلت بالكمون، وكمان ضفت الملح. ابتديت اقلبهم مع بعضيهم علشان يتسبكوا. بعد كده هنزل بالرز المغسول، كمية الرز حسب ما انتي عاوزة. وبعدين قلبتها مع التسبيكة بتاعتي. اعتبريها زي تسبيكة المحشي بالظبط، كأنك بتعملي محشي، بس قللي الخضرة في الطبخة ديت. كمان ضفت معيار الرز بتاعنا، يعني انتي لو حاطة كوبايتين رز هتحطي كوبايتين رز، الكلام ده لو كان الرز مصري. اما لو كان بسمتي هتحطي ضعف الرز المية. بعد كده نزلت بالبطاطس اللي انا قليها قبل كده، وسبتهم على النار، حطيتهم كده على وش الرز، سبتهم على النار لحد ما اتشرب المية بتاعته. ابتدي ان انا اقلب كده بالراحة، وبسيبه على نار هادية علشان يكمل سواه براحته. بعد كده نروح علشان نعمل طاجن المزاليكا اللي هو اصلا اساس الفيديو بتاعنا. طيب المزاليكا ديت اللي هي بتكون عبارة عن كبد وقوانص وقلوب. اول حاجة بعملها بنزل كده بمقلعة زيت كبيرة، وكمان بنزل عليها بمقلعة من اللي هي او الدهن. ومن الضروري تكون المقلعة ديت موجودة في الوصفة، علشان لما تكون موجودة في الوصفة بتوديها للأماكن اللي بيتباع فيها الكبد والقوانص في الشوارع. بعد ما نزلت بيها هبتدي انزل بمقلعة كبيرة من الكزبرة الناشفة، وكمان مقلعة كبيرة من الفلفل الاسود. وهبتدي انزل واحدة واحدة القوانص الاول علشان بتاخد وقت في التسوية، وبعد كده هنزل بالقلوب، وكمان هنزل وراهم بالكبدة. اخر حاجة بتحطيها هي الكبدة علشان تتخلصي من الزفرة اللي موجودة في الكبدة. هتعملي لنفسك اساس وهتمشي عليه. اساس الموضوع ده كله هي الفرخة نفسها. الفرخة لازم تكون انت جايباها من مصدر موثوق، عارفة طعمها هيكون شكله ايه. الفرخة اللي تلاقيها طعمها زي البلدي، لو انت هتجيبها فراخ بيضة، تحتفظي بالكبدة والقنصة بتاعتهم والقلب بتاعهم. ليه بقى؟ لان الفراخ اللي بتكون واكلة علف اللي هي تربية مزارع بتكون الكبدة والقنصة بتاعتهم فيها زفارة. اما اللي بتكون واكلة اكل بيتي هي ديت اللي ممكن تستخدمي الكبدة والقنصة والقلب بتاعها انت مغمضة. ومن الاحسن ان انت تكوني محوشاها عندك علشان تكوني ضامنه طعم الفرخه نفسه. هتجيبي الكميه المناسبه ليكي، وهتبتدي ان انت تنقعيهم في مقلعتين من الحليب علشان تتخلصي من الدم اللي بيكون رابط جواه، وتتخلصي من اي زفاره ومن اي بواقي موجوده فيه. بعد كده انا بعد ما غسلتهم وطبعا نقعتهم وظبطتهم وتبلتهم ودبلتهم برضو، هبتدي انزل بصل وفلفل، والاتنين يكونوا متقطعين شرايح او متقطعين حلقات.
حسب الكمية، حسب الرغبة، حسب اللي موجود عندك. عايزة تستخدمي فلفل حار، فلفل بارد، براحتك. بس الأحسن إن تعملي خلطة من الاتنين، حر وبارد مع بعض. بعد كده هحط عليهم الملح بتاعي وكمان مقلعة من الخل، وهسيبهم يعني يتدبلوا كده مع بعض وياخدوا من طعم بعض. احنا كده هنا كترنا الكمية تبقى كمية محترمة كبيرة. وكمان هنعزز الطعم بتاع الكبد والقوانص، هنخليه يعني وانتي بتاكليه كده، تاكليه بعيش، تاكليه برز، هتبقى كده ايه، طعم خطير. بعد كده هبتدي انزل بالتوابل بتاعتي، وكانت عبارة عن 7 بهارات، والبابريكا والكمون، وكمان فصين توم كبار مهروسين. حطي التوم عندك برضو حسب ما انت عاوزاه، بتحبي توم اللي ريحة التوم فيه كتير، حطي مقلعة كبيرة. بتحبي فيه كمية التوم قليلة، حطي مقلعة قليلة. هنا بقى انا حطيت مقلعة، اللي يعرف ايه هي سرها قبل ما اقول عنها يكتب لي في الكومنتات. عايزة لايكات كتير، واهم حاجة تصلوا على النبي. خليكي معايا لاخر الفيديو وانت تعرفي الطبق ده فيه ايه. مش فيه فيل والله، بس هتعرفي معايا ايه هو المكون السحري اللي انا حطيته، اللي خلالي الوصفة طعمها وريحتها في حتة تانية خالص، ووصلني للطعم اللي موجود في الشارع اكتر واكتر. بعد كده نزلت بربع كوباية من المية. وكمان الريحة، عايزة اقول لكم في الوقت ده كانت خطيرة. شايفين الصوص شكله ايه؟ الصوص بسم الله ما شاء الله، حاجة وهم، خطيرة خطيرة خطيرة. استنيت عليها طبعا لما شربت المية بتاعتها وابتدت ان هي تنشف فيها، يعني صوص بسيط جدا. هحطه في الطاجن علشان ادخله الفرن. حابة توقفي الوصفة لحد هنا براحتك، كملي عادي. وزي الفل كده، ومش هتقول لا، وهتتاكل طعمها كويس جدا. حابة تدخليها الفرن علشان تطلعيها بنفس الشكل اللي هتشوفيه معايا في اخر الفيديو. هتحطيها في الفرن نار هادية، نار تكون هادية، وكمان هتستني عليها وهتدي لها وش من فوق. زي ما انتوا شايفين معايا كان احلى واطعم رز. ده الرز اللي عملناه في الاول خالص، اوعوا تكونوا نسيتوا معايا. ده الفيديو عملت معاه عصير جوافة، وكان الطاجن بتاعي الخطير اهو. بعد كده ما زيناه بشوية كزبرة من على الوش. طبعا انتي ما هتيجي تاكليه هتقلبيه في بعضه، الكزبرة هتدخل مع الطعم وهتدي كده ايه، طعم مزيكا، وهي اسم على مسمى مزاليكا. كمان حاطط معاهم شوية بصل كده، والعيش بتاعنا علشان اللي حابب ياكل رز او ياكل عيش. وزي ما قلت لكم عملت معاها برضو عصير جوافة. والاطباق الفاضية ديت طبعا اللي هياخد هيحط فيها. وعشان قبل ما انسى، السر في الطبق اللي جنب الطاجن معايا اهو، اللي انا حطيت مقلعتين من صوص العصفر. صوص العصفر دوت خليهالي في مكان تاني خالص. هسيبلك الرابط بتاع الفيديو بتاع العصفر، احنا عملناه قبل كده مع بعض. وكمان لو انت حابة تعرفي الطريقة، انت ممكن تعملي حاجة بسيطة خالص على قدك وتاخدي منها الصوص بتاعها. ولو وصلتي معايا لاخر الفيديو دعميني باللايك والشير وكومنت طيب منك. وسلام عليكم والى اللقاء، والسلام ختام.